مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناة خبر في الملوخية في حلقة جديدة. هلا والله شباب وبنات في هذا التقرير الكامل حول اغتيال صفاء حجازي المشهداني بعبوة لاصقة في الطارمية زرعت في سيارته في بغداد. إليكم التفاصيل. أولا، من هو صفاء المشهداني؟ هو صفاء حجازي المشهداني كان مرشحا للانتخابات البرلمانية العراقية وعضوا في مجلس محافظة بغداد عن تحالف السيادة، وهو تحالف عربي سني. تفاصيل اغتياله: الزمان: فجر يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر أكتوبر لعام 2025. المكان: منطقة الطارمية التي تقع شمال العاصمة العراقية بغداد بحوالي 40 كيلومتر. الطريقة: قتل المشهداني إثر انفجار عبوة ناسفة لاصقة استهدفت مركبته. الإصابات الأخرى: أصيب 3 أو 4 من أفراد حمايته بجروح خطيرة. الظروف: وقع الحادث أثناء جولة ميدانية للمشهداني في الطارمية. أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للتحقيق في الحادث وملاحقة الجناه. كما أدان رئيس مجلس النواب البرلمان محمود المشهداني عملية الاغتيال، واصفا إياها بالعمل الجبان الخسيس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى تاريخه.